لك الغدا صار جاهز، بقدر أروح لصبحية قبل ما يرجع أبو رعد والأولاد. وين يا مسهل؟ صباح الخير مرت عمي، صدق عندي هيك مشوار صغير وراجعة. البيت مرتب والطبيخ جاهز وإن شاء الله إني ما بتأخر. بقطع ايدي من هون اذا ما كانت رايحة تمجق حكي مع صاحباتها. طيب تبارك عندي يا بنت عفاف. ابصر شو ناسي هالمخروشة، خليها واقفة على الباب. صدق ماني فاتحت لها، خليكي. ام رعد معها مفتاح، ما نولى على الباب. هيني جاي. مرحبا خالته. عدم المؤاخذة، انت جاي عنا ولا على الطابق اللي فوقينا؟ لا عندكم خالته، مش هذا بيت أبو رعد؟ أنا جاي عشان أبو رعد؟ وصلتي يا حبيبتي، تفضلي. جنني يا أم رعد، بده يضل جنبي على طول. قلت له مش معقول، لازم تروح على شغلك، بكفي. ولا عليكي مميصك، انعطبت المرة من يوم ما عملت عملية التجميل. طيب أنا بفرجيكي. يعني انت جاي تسألي كم سؤال؟ خالته جاي عشان طيب استني شوي، ما تتحركي من محلك. ها دقيقة واحدة. ألو، الحق يا أبو رعد، في واحدة قاعدة عنا مش فاهمة عليها ولا كلمة. أم رعد مش بالبيت، ما قالت وين رايحة. هسه خذ مغادرة وتعال بسرعة. كتب كتابك اليوم على يدي يا حبيبي. شو أم رعد؟ طمنيني، شو طلع معك بالفنجان؟ شوفي يا حبيبتي، في بفنجانك صبية حلوة كثير. هدي أنا يا أم رعد. لا يا حبيبتي، مش انتي. وانتي شو عرفك إنه مش أنا؟ قصدي هاي شكلها عدم المؤاخذة أضعف شوية كثير. قلت لك رجال ما عليهم أمان إلا زوجي حبيبي تاج راسي أبو ولادي. يعني شو بقول؟ أنا جاهز، شو ما بدك اسألي، أنا جاهز. أول سؤال أبو رعد. يا عيون أبو رعد. اثقل يا ولد، من أولها ين. تفضلي قولي. في إلها غرفة نوم خاصة فيها؟ في غرفة نوم واحدة بس، قصدي يعني من ناحية غرف النوم ما تقلقي. أي نعم الوالدة موجودة بس الغرف كثيرة. كتير منيح. طيب أبو رعد، الطبيخ يعني انتم من النوع اللي كل يوم لازم طبيخ؟ خوف الله، هالبنت راح تطلع عنيط من أم رعد. طبعا لا، يعني إذا جاي عبالها تطبخ بتطبخ، وإذا لا ما في مشكلة. هاي التواصي موجود على قدم وساق. واو فظيع. يما قولك بنجح. قول إن شاء الله يا حبيبي، قول إن شاء الله. مش كاينة أعرف مين هاي اللي ما بتستحي على حالها يا أم رعد. ما تسمي بدنك يا حبيبتي، مصيره ينكشف على حقيقته وتعرفيها. أم رعد عرفتها، قلت لك هادي أنا بس بعد عملية شفط الدهن. عملية شفط شو؟ أبو رعد ما بدي أطول عليك أكتر أبو رعد. يلا يما فتحها قبل ما تجيك أم رعد. يلا يما جايها بالحكي، اصبري دخيل الله اصبري. آخر سؤال أبو رعد، أكم مرة بتاخد أوف وبتطلع برا البيت؟ أوف؟ قصدك إجازة؟ هيا يا أختي، من الصبح رايحة عند صحباتها تعمل صبحية. ابني مدللها يا أختي، مدللها. رهيب، كمان بتعمل صبحية؟ مش عارفة شو بدي أقول لك أبو رعد. ما تقولي، أنا بفهم بدون ما تقولي. طيب بقدر أشوفها قبل ما أعطيكم النتيجة؟ يما شكلها بلشت تغار. يا أختي ما احنا قلنا لك أم رعد طالعة تعمل صبحية. أم رعد؟ مين أم رعد؟ مش فاهمة، أنا بدي أشوف البنت عشان أخذ معلومات عنها عشان التقرير. بنت مين؟ عن شو بتحكي؟ الخدامة تبعتكم عمو. عم الدبب، شو عمو هذي؟ الله لا يوفقك، بس احنا سفرناها قبل 3 سنين. طيب ماشي يا ابو رعد، بتخربش بيني وبين الشغالة على آخر هالزمن. ومش بس هيك، كمان عجبتك؟ صدقيني يا أم رعد ما حدا بيعبي عيني غيرك. أنا الحق علي اللي قاعد يتلك بهالدار. يا أم رعد طولي بالك، الله يسعدك. وين رايحة؟ طولي بالك.